السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بسرعة هقول لكم ايه اللي لقيته في كيس البسلة. من ساعتها قلت انا مش هدخل البيت عندي تاني، لا عليا ولا على اولادي ان شاء الله، اي حاجة متفرزة من بره. وخدت عملت عهد كده مع نفسي ان انا مش هجيب اي حاجة متفرزة، كل حاجتي هعملها في بيتي ان شاء الله. تعالوا كده مع بعض نشوف مع بعض التفريز للبسلة. التفريز للبسلة بالطريقة الصحيحة. انا عاوزة اقول لكم ان انا شفت في كيس البسلة، شفت فيها دود. تخيلوا انتوا بقى. انا مش عايزه اقرفكم بس قلت اقول لكم عشان تاخدوا بالكم وانتوا بتجيبوا الحاجات المجمده دي. ولو تبعتوني وعملتوا زيي انا بدات ان انا ما اجيبش اي حاجه. وبصراحه انا مش فاكره ان انا يمكن جبتها اصلا، يمكن مره او مرتين بالكتير. من ساعتها وحلفت ما انا جايبه الحاجات المتفرزه دي. عندي الحاجه بستخدمها، ما عنديش بس يعني اجيبها في ساعتها حتى لو غالية شوية، بس يعني اضمن ان الحاجة معمولة على ايديا. طبعا زي ما انتوا شايفين انا جبت تقريبا 5 كيلو من البسلة الكيلو عامل 20 جنيه. هي غالية شوية بس طبعا فريش كده، والموسم بتاعها اليومين دول واحسن وقت تفرز فيه البسلة هو اليومين دول. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالظبط عملت ازاي. تعالوا نشوف مع بعض بقى طريقة تفريز البسلة. جبنا البسلة طبعا وفصصناها كويس، ويعني نقيناها كويس جدا. حطيت مية تغلي على النار. المية بعد ما غلت نزلت فيها معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي عملت زي فوران كده، دي اسمها بيكنج صودا او اللي هي الكربوناتو يعني. وبعد كده حطيت فيها عصير نص ليمونة. عصير النص ليمونة انا بحطه بعد ما بنزل البسلة. زي ما انتوا شايفين انا حطيت البسلة بعد ما المية غلت وحطيت البيكنج صودا فيها. بدأت ان انا اديتها تقلبتين وبعد كده هنزل بعصير الليمونة. زي ما انتوا شايفين عصير الليمون اول ما نزل خلى البيكنج صودا اتفعلت وعمل زي رغاوي كده على الوش. اول ما احس ان البسلة بدأت تغلي، مش بنسيبها تغلي، اول ما بدأت اللي هو تاخد يدوب تحس كده ان هي خلاص هتغلي، بتروحي مقلباها تقلبتين كده على السريع وتروحي مطلعاها وحطها في مصفى. وطبعا الاول في طبق فيه ميه ساقعه كده من الحنفيه. ونحط كده تلج معاه. انا كان عندي ازازه فيها تلج يعني في الفريزر، فرحت مطلعاها وحطاها مع الميه عشان يخلي الميه ساقعه جدا. وبعد كده رحت منزلها في البسله. وبعد ما تحس ان هي بردت وخلاص رجعت بقى تاخد اللون، يرجع اللون الاخضر الزاهي بتاعها ده، بروح مطلعاها تاني بس مصفى بسرعة. وبعد كده بسيبها في المصفى على الرخامة، ممكن تصفيها لحد تاني يوم. وبقى تاني يوم بقى بتطلعيها وبتحشيها من المصفى وبتبداي تقسميهم على الأكياس، عدد الأكياس اللي انت حابة تقسميهم عليه. عايزة اقول لكم ان البسلة من الحاجات الجميلة جدا جدا في فصل الشتاء. الموسم بتاعها اليومين دول، يلا شدي حيلك كده. انا مش مع الناس اللي بتقعد تقول تفريزات رمضان تفريزات رمضان، لا يا جماعة، احنا نعمل تفريزات بتاعتنا في الوقت في الموسم بتاع الخضار. نجيب الحاجة ونفرزها عشان لما مثلا حد من اولادنا نفسه يكون في حاجة في خضار من النوع ده بنطلعه ونعمله. تاني حاجة او تاني سبب يخليك تفرزي الخضار، طبعا لو انت موظفة او مش ضامنة برضو، الواحد ما بيضمنش ان الوقت على طول بيبقى مثلا كويسة، لا. الست طبعا بتبقى تعبانة، بيبقى وراكي حاجات تانية في البيت، ممكن في يوم هتكوني هتنضفي فيه تبقي عايزة اكل جاهز واكل سريع، ما تقفش كتير في طبعا في المطبخ، لان وقفة المطبخ بتتعبنا طبعا. وكلنا بنشكي من الموضوع ده من وقفة المطبخ كتير. فاحنا بنعمل ايه؟ نجيب الحاجة نفرزها في الموسم بتاعها ونرتاح طول السنة. يعني تخيلي لو جبت شوية بسلة على شوية مثلا في كل موسم كده تجيبي شوية خضار وبتوع الموسم دول وتفرزيهم. طبعا بتبقى أول حاجة نظافة، تاني حاجة راحة يعني بتريحي نفسك، وتالت حاجة طبعا انت يعني حاجة بتنجز معاكي في اي وقت كده محتاجة انك تعملي طبخة بسرعة، بتطلعي الحاجة الكيس طبعا ما بتستنيش اما يفك، بتبقي مسبكة الطماطم وبتروحي حاطة على طول فيها البسلة. وانا طبعا هجيب الفترة دي بإذن الله برضو، مستنية بس ان انا تعبانة بس الفترة دي شوية. هجيب ان شاء الله شوية طماطم كده، ويعني مش لازم كلها على بعضها.
او تجيبي قفص على بعضيه، لا ممكن تجيبي مثلا كل ما تنزلي الشارع وتلاقي الطماطم بسعرها يعني مريح 5 جنيه ولا حاجة. هي الفترة دي عاملة 6 جنيه و5 جنيه، يعني ممكن تجيبي شوية طماطم وتبدأي تعملي تفرزي فيهم. انا هعمل شوية كده برضو شوية الصلصة عشان خاطر برضو بيريحوني، لان انا ساعات طبعا وبالذات في ايام الدراسة ما تضمنيش ظروفك، تبقي تعبانة تبقي مشغولة، انشغلتي طول اليوم او خرجتي كنت بتقضي مشاوير للبيت، وبعد كده جيتي مش قادرة تعملي اكل وتقفي كتير في المطبخ، بسرعة بتطلعي الطماطم وتروحي رميها فيها شوية البسلة، خلاص خلص الطبخة وخلصت، يا دوب شوية جنبها شوية رز وخلصنا على كده. طبعا شهر رمضان اي نعم احنا يعني الحاجات دي برضو بتريح في شهر رمضان، بس عايزة اقول لكم ان شهر رمضان مش شهر الاكل والشرب ونهتم بالاكل والشرب ونقعد نفرز ونقول تفريزات رمضان، لا. التفريزات دي احنا بنعملها عشان نريح نفسنا من المجهود، وعشان خاطر شهر رمضان ده شهر العبادة، فاحنا بنبقى عايزين ان احنا نوفر وقت عشان خاطر يعني نتفرغ مثلا لقراية القرآن للصلاة لكده، ونبقى فاضيين شوية، ما نبقاش طول اليوم واقفين في المطبخ ونعمل في المطبخ مثلا اكلات وكده. واحنا عارفين طبعا الفترة دي ان الاسعار رافعة جدا، فمفيش يعني الواحد اللي هو يقعد بقى يعني نراعي شعور بعض شوية. انا ما بحبش الصراحة في فيديوهات بتبقى مستفزة كده، مثلا تشوفي الناس بتعمل كميات اكل رهيبة وتقعد تاكل وتصور الاكل، لا احنا بنعمل الاكل وبنوريه لكم. المفروض ان يبقى السبب الرئيسي ان احنا مثلا بنوريكم مثلا حاجات اللي توفر معاكي وقت مجهود، طريقة مثلا عمل أكلة، عملت أكلة مثلا بطريقة معينة وحبيت أعرفكم الطريقة اللي أنا عملت بيها الأكلة دي طعمها مثلا طلع حلو، فبقول لكم عليها عشان خاطر تستفيدوا منها. يعني مش المغزى الأساسي من إن احنا نعمل قنوات على اليوتيوب وإن احنا نعمل فيديوهات، لا ان احنا نعمل فيديوهات ما تبقاش مستفزة ونضايق الناس. في ناس بتبقى قاعدة تتفرج على الفيديوهات دي وبرضه بتبقى متضايقة عشان خاطر الحاجات اللي بتشوفها، فاحنا نراعي شعور بعض شوية، وكمان ان احنا نعمل الحاجات الموفرة. احنا عارفين ان الظروف صعبة على الجميع، فنحاول ان احنا نجيب الحاجات اللي هي على قد استخدامنا، ونحاول نعمل الحاجات اللي توفر معانا عشان خاطر الظروف اللي احنا عارفينها. زي ما انتوا شايفين الاكياس بتاعت البسلة انا حطيتها طبعا، وبجيب دباسة كده عندي، او ممكن تسخني سكينة كده ومن ظهر السكينة تروحي ماشية بسرعة، تسخنيه حاجة بسيطة كده على النار، وظهر السكينة بتروحي قافلة بيه الكيس. بس انا عملت بالدباسة، دبست كده الدباسة كده اللي هو من قدام، وبعد كده بنحط كيس تاني عشان خاطر بالعكس كده عشان خاطر نضمن ان البسلة ما يخش لهاش اي ريحة او اي طعم من حاجة تانية في الفريزر، تكوني مفرزة حاجة تاني في الفريزر ولا حاجة، فما ياخدش اي ريحة تانية ولا طعم اي حاجة غريبة. زي ما انتوا شايفين كده عملتها، وبتسويها كده بحيث ما تاخدش مساحة معاكي في الفريزر، وكمان ما تكتلش كده على بعضها. مجرد طبعا ما بتسبكي التسبيكة بتروحي مطلعها بسرعة البسلة ومنزلاها في التسبيكة عشان ما بتسيبهاش تفك. زي ما انتوا شايفين طبعا اللون جميل جدا، وحطيت طبعا الكيس زي ما انتوا شايفين اهو، بقفله من الناحية التانية برضو عشان خاطر اضمن ان الكيس ما يخشوش اي هواء، وكمان اضمن برضو ان ما ياخدش اي ريحة من اي حاجة تاني موجودة معاه في الفريزر. الكمية حلوة جدا ما شاء الله، ال5 كيلو عملوا 4 اكياس، 4 اكياس من البسلة يكفوا طبعا الكيس الكيلو تقريبا ب20 جنيه، وشوية جزر عليهم مش هيكلفوكي ولا طبعا هيعملوا يعني مش هتبقى نفس الميزانية بتاعت الحاجات المتفرزة الجاهزة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، واتمنى ان يكونوا استفدتوا منه ولو معلومة. وما تنسوش لو ما اشتركتوش لسه في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. واهم من ده كله طبعا دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.